اهلا بحضراتكم من جديد كل متابعينا ومشاهدينا على شاشه قناه النادي الاهلي وبرنامجكم الخبر. ضيفي في فقره حوار اولى مميزه هو واحد من النقاد الرياضيين اللي ليه مدرسه خاصه. مدرسه خاصه في الصراحه، مدرسه خاصه في النقد، مدرسه خاصه في تقديم المعلومه لحضراتكم. دايما بيمتاز بالمصداقيه، دايما بيمتاز بالقوه، دايما بيمتاز بخفه الدم. لكن الكابتن فتحي سند او ناقدنا الكبير او الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ فتحي سند مش محتاج تقشرها له، تلعبها له شمال، تلعبها له يمين، هو على صدره وفي الجون. نورنا يا استاذ فتحي. اشكرك جدا يا استاذ ايهاب على المقدمه الفنيه دي. يعني في حاجات فنيه تلامذتك، يا رب نكون عرفنا نقدم حضرتك. لكن اشكرك جدا طبعا، ويشرفني اكون معاك. انت عارف انا طبعا بحبك قد ايه. ربنا يخليك يا استاذ. وبتبسط كل ما بشوفك على الشاشه، وبتبسط لما بشوفك بهذه الشياكه. ربنا يخليك يا ريس، بنتعلم منك طبعا انت استاذنا. استاذ فتحي، يعني الوسط الرياضي دايما مليان بكل حاجه. حابب نبدا بانه عايز اشوف البدايه عندك، نبدا من اتحاد الكوره ولا نبدا من العاب فرديه بتوصل للاولمبياد بشكل حلو، ولا نبدا من بطولات في الاسكواش؟ والاسكواش طب مش لعبه اولمبيه، امتى تخش في الاولمبياد؟ ونبدا من تكريمات الدوري منتخب مصر. ماشي. تصفر وتبدا منين؟ انا هبدا اصفر. حاضر. يعني هبدا من المقدمه بتاعت حضرتك اللي كان سلسله عناوين معظمها ازمه كذا، تمام. ازمه يعني كتير من الازمات. وفي وسط الازمات لفت نظري خبر، يعني مش هقول مستهلك، لكن يعني بقى عامل زي اللبانه. الجماهير تعود الموسم القادم. بالظبط. واحنا كنا اكتر مع بعض اتقابلنا، واكتر من بعض في لقاء، وفي اكتر من بعض من برنامج. ان الجمهور راجع السنه الجايه. مين اللي قال كده؟ اتحاد الكوره هو اللي قال. الداخليه اللي اكدت. لو سالت اتحاد الكوره يقول لك انا طلبت من الداخليه، وطلبت من الداخليه مش هتقول نفس الكلام بهذا الوجه الصريح يعني المحدد ان الجماهير هتطلب. اتحاد الكوره منذ سنوات بوسطجي شغال بتاع بوسطه، يبعت الامور للداخليه، يستنى الرد، وبعدين يعمل فتك فيعلن عن امور ليست في قدراته وصلاحياته، مش بتاعته، عشان الدوري هلعب فين. طب ما خلاص، ما تسكت بقى. طيب يعني ما تقولش. فانا بقول انه مساله الجمهور، انا رايي، انا كنت من انصار ان احنا انا كنت من الناس اللي بتزن على ان الجمهور يرجع والكلام ده كله. لكن لما اشوف حادثه ورا الثانيه، وبشوف ان الامن عليه اعباء كبيره، واشوف حادثه امبارح البشعه دي اللي لازم يبقى فيها، يعني فيها شغل، لازم نقدم كل الواجب العزاء لرجال الشرطه. ده اللي عايز ادخله. يعني عايز ادخل انه حادثه امبارح دي فيها حاجات كتير ممكن تكون غايبه عن المواطن. يعني عربيه ميكروباص مش مكتوب عليها شرطه، فيها ضابط وثمانيه او سبع امناء شرطه، بتخرج في وقت بيقابلها هؤلاء المجرمين السفله في توقيت يشير الى ان الناس دي مرصوده. مش كده ولا ايه؟ بالظبط. ده حاجه طبعا يعني لوجيك مش محتاج. لازم احنا نخش في طبعا الحدوته دي. وبالتالي لما اجي ابص على الحادثه بتاعت امبارح اللي نكدت علينا كلنا، في ظل ازمه بقى وهميه، ازمه نقابه الصحفيين مع وزاره الداخليه، وانا ليا موقف فيها بس ايه مش هتكلم عنه. لكن هي هوجه خرجت من النقابه وشوشرت كتير على البلد. لكن كله في هذا التوقيت لازم كله تبقى في ايد بعض في الفتره دي، احنا مش ناقصين. وحادثه امبارح تقول لنا كله حط ايده في بعض. دي خرجت في ظل هوجه وحسابات، يعني المتابع والمهتم واللي عايز يرصد هيرصد الموقف. تمام. فانا في ظل حادثه امبارح، في ظل ازمه الصحفيين القدوته دي، في الخبر التاريخي بان الجمهور سيعود الموسم القادم، انا شايف ان انا بشكل شخصي لن اتكلم مره اخرى في عوده الجماهير، وساترك هذا الامر لوزاره الداخليه تحدد في التوقيت الذي يمكن ان تعود فيه الجماهير. بعد ما اكتشفت انه الاعلام اللي بيثير جدل في كتير من المواقع هو نفسه اللي من كتر ما بيتكلم في امور لا تخصه، من ضمنها الجوانب الامنيه، بيبقى فيه كتير من الجدل وكتير بقى من الحوار والنقاش والمشاكل. فانا بقول ان الجمهور اتمنى يعود الموسم القادم. كلمني في الياته، في كيفيه عودته، في الزمبريطه اللي هتبقى موجوده في الصالون ساعه ما ترجع المباريات. ف دي واحده من الحاجات الامنيات اللي الواحد بيتمناها، ولكن وانا بتمناها وبحلم بيها نكون
صاحيين مش نايمين بالظبط، وعريانين واحنا ما بنحكي. نزقش بس الناس وخلاص. بالظبط كده. استاذ فتحي، يمكن كل طبعا الناس بتقول الجماهير ترجع، نبهت لنا نقطه مهمه جدا وحطيت ايدك على موقف، وانت واحد من الداعين والداعمين لعوده الجمهور 100%. لكن شايف ان في ظروف معينه نتريث بس، او تبقى في آلية معينه حتى لعوده الجماهير. بالظبط. انا شايف ان احنا بالتاكيد يعني يبقى في اليات تتحسب من دلوقتي، واصل الاندال والخبثاء اللي هم بيرتكبوا هذه الاعمال الاجراميه مش هينتصروا برضه. يعني سهل جدا ان انت تبقى يعني غدار، تخبط خبطه وتجري كده، تبقى غدار. الغدر ده اسهل حاجه. ابقى قاعد جنبك كده وعاملين بوكس في وشك، ايه المشكله فيها؟ ده مش هيستمر ولن يستمر. لكن زي ما سيادتك قلت لازم تبقى الناس بقى ايه يعني تصحصح شويه، والناس تبقى ايه حاسه ان بلدها في خطر. وده موضوع مهم. اذا كنا بنتكلم عن جمهور وعوده كوره وعوده جماهير، يبقى لازم تبقى الارضيه اللي بنتكلم عنها ارضيه الامن وارضيه المواطن واطمئنانه وسلامته سليمه 100%. طبعا. فانا بقول ان احنا بنمر بمرحله حرجه. مصر بتمر بمرحله حرجه. فما يجيلكش واحد بيه يقول لك انا معارض تحت عنوان حريه او ديمقراطيه، وهو في الاصل بيلعب دور المنخور في الشارع او في البلد. يعني صانع المشاكل. ستار المعارضه ده الاونطه. انا ممكن ابقى ناقد لكن لازم ابقى ناقد ونقد بناء. لكن لما تكون بلدي في ظروف حرجه يبقى نقدي هادف، مش ابقى بلف وبدور لاغراض شخصيه. والناس دي كلها في اعتقادي يعني المواطن العادي بدأ يعني يكتشف. معلش انا بخرج منك. لا انا سايبك تخرج وانا ايه. لكن بتتكلم في دوري وفي جمهور وفي استقرار انديه وفي استثمار وفي عوده بقى مسابقه ودوري محترفين. مش كده؟ لازم نبقى واقفين على ارض صلبه، ما نبقاش يعني ماشيين على رجل وبنزك على الثانيه. وعشان نقف على رجلتين لازم كلنا نبقى بالفعل كله يساند، ايد واحده، كله يساند وكله ايد واحده، خصوصا الاعلام. تمام، كله يساند وكله ايد واحده، وخصوصا الاعلام. نفس الشأن بعيدا عن الشأن التأميني للداخليه، هيبقى في شأن الملاعب. هل الدوري اللي حضرتك شفته السنه دي اللي خلاص يعني فاضل فيه 8 9 جولات وينتهي، الدوري ده طارد ولا جاذب للجماهير؟ هل الافعال اللي بنشوفها على الدكه وبين اللعيبه في الملعب والحكام، هل الدوري ده في الاخر لما رجع جمهور هيبقى في الاخر جاذب ولا طارد، ولا هيبقى برضه هو ازمه من ضمن الازمات اللي بتعمل ضرر على الجماهير؟ والله حضرتك الحمد لله ان الدوري بدون جمهور. الاعصاب الشيطه في الساحه الكرويه في مصر شيطه بشكل غير طبيعي، وسيادتك بترصد حاجات كتير. واذا رصدت بقى يعني ترجمه للاعصاب المنفلته بقى على كل الاصعده الاداريه والفنيه، هتلاقي انه الرقم القياسي في تغيير عدد المدربين بقى انا ما شفتوش في اي بلد في العالم، ولا شفته في اي موسم من قبل في مصر. فهذا التغيير من الاجهزه الفنيه ده واحد، ده اعصاب شيطه، ناس غير مستقره نفسيا، ناس مش عارفه هي عايزه ايه، ناس بتعمل تحت ضغط. شماعه المدير الفني جاهزه على طول، بتعمل تحت ضغط وبتتاثر بردود الافعال. ده حاجه، ده شيطان. الشيطان الثاني ان انت ما عندكش مدربين في مصر النهارده بتبني. البيع منهم فشلوا باين قدام عينيك، ويطلع يجيب مبررات تانية او ما يتكلمش عن اخطائه، ونادي تاني ياخده ويخرج من هنا يروح على هنا. وده فشل اخر عنوان نمرة 2 من اتحاد الكوره. البلد الوحيده في العالم اللي سيادتك المدرب الواحد فيها بيدرب 10 فرق في الموسم. ايه الفوضى دي؟ ايه ده؟ الجزائر وهو دوري عربي اهو 2 بس يا ريس، يدرب فرقتين بس، درب فرقتين ما كملش ما يكملش الموسم مع فريق ثالث يقعد. وبعدين في فلسفه ان المدرب الوطني الفتك او الفهلوي او اللي عنده ذكاء اجتماعي هيظل متواجد على الساحه. ناجح فاشل ماشي مش ماشي ما ينفعش. ودي برضه نقطه مهمه، انه اتحاد الكوره لانه اتحاد ما شاء الله واحنا عايزين نبارك له اتحاد الكوره ان القضيه اتاجلت اسبوع.
وما شاء الله يعني هيستطيع خلال هذا الاسبوع ان هو يعمل انجازات، يضيف لرصيد انجازاته الكثير. الاتحاد يعني عمل الكثير للكره المصريه، وان شاء الله يعني خلال الاسبوع القادم ده وربنا ينفخ في صورته كمان وكمان يكمل الانجازات اللي ويكمل المده شغاله. عشان يكمل انجازاته. اتحاد قوي مالوش اي قرارات ضعيفه ولا بيترعش ولا كلام من ده. انا شايف موقف الاتحاد فاتحاد ازاي يا أستاذ الكوره فتحي؟ موقفه ده انت شايفه ازاي؟ يعني ليه المتمسكين يبقوا موجودين؟ حتى اذا كانوا عايزين يحسبوا بطوله الافريقيه ليهم طبعا حقهم، وهم هي؟ وراء تاهل المنتخب للجابون، لكن لو هم عايزين يعني يقعدوا لشهر 6 عشان يبقى التاهل رسمي، خلاص يا جماعه اعتبروا نفسنا تاهلنا رسمي. ما لا تقلقوش انا عايز على اقول المنتخب. لاتحاد الكوره يعني جزء من المنظومه اللي كانت اضعفت الكلام اللي انا بتكلم عنه، وخلت برضو كتير من الانفلات يبقى موجود جوه المباريات، في سوء سلوك جوه الملاعب، في انفعالات كتيره، في اخطاء كتيره، في عدم تحضر في التعامل مع الخساره. مدرب بيخسر يفلسع من مؤتمر صحفي او ما يتكلمش. اخطاء كتير جدا جدا نتيجه السلوك اللي ما فيهوش اي نوع من الانضباط. وبالتالي انا محتاج حاجات كتير جدا جدا. ما تجيش تقول لي الحمد لله ان ما فيش جمهور. لما يرجع الجمهور مع تشويحه لذيذه من مدرب او اعتراض من لاعب او جليطه من اي سلوك، المساله عايزه تتظبط، لانه بدون تظبيط كل الكلام ده هتحصل كارثه. يعني انا بعتذر مره تانية ان انا كنت لازم الجمهور يرجع. اللي بشوفه من تضحيات امنيه ومن مجهودات بتتبذل ومن سوء سلوك بقى من شله الجماهير، مش عايز اخش بقى عشان ما نتكلمش كتير. لا، لازم الناس دي تقدم عربين محبه او تشوف عين حمراء. يعني يا اما الجماهير تقدم عربون محبه يا تشوف عين الحمراء. وبعدين لازم الجمهور يا استاذ ايهاب عشان يرجع لازم يرجع الجمهور الحقيقي. عندما تعود الجماهير الحقيقية للمدرجات ستتحسن الحالة المزاجية والأمنية والاستقرار وكل شيء. إذا عاد الجمهور الأصلي اللي هو قدامنا ده يبقى احنا يعني هنحس بقى ان الامور تمام. طول ما الجمهور ده طفشان لان اللي بيطفشوه عايزينه بره الملعب، يبقى عوده الملاعب جمهور الملاعب. بس انا عاجبني جملتك يا استاذ فتحي، عربون محبه، لازم كله يقدم عربون محبه. كلنا نقدم كلنا نقدم كلنا نقدم. وهنا على فكره اقول لك على حاجه، ادارات الانديه بما فيها اداره النادي الاهلي اللي انا بتكلم في قناته بتتحمل مسؤوليه كبيره في جزء من الماساه اللي بنعاني منها. اداره الزمالك لم تتعامل بالشكل اللي ممكن من خلاله ان المساله تمشي بشكل ايجابي مستمر. وبلوم الاثنين بقى، الاهلي والزمالك تحديدا مع بعض. ليه؟ لانه ما ينفعش يبقى عندنا كره قدم ومفيش حد ادنى من التفاهم والتنسيق والتناغم والمصلحه والى اخره. مين اللي ينغم يا استاذ فتحي؟ مين اللي ينغم المنظومه دي؟ مين اللي يجيب اداره اهلي مع اداره زمالك مع جمهور؟ مين اللي مسؤول؟ والله ما حدش مسؤول سعادتك، احنا مسؤولين. اه وهي بتيجي كده في لحظه صدق كده. ده هو على فكره دلوقتي العلاقات بقت كويسه من بعد السوبر بين مرتضى منصور وبين مهندس محمود طاهر. لكن العلاقات بتبقى لها اثار ايجابيه لما تطلع للشارع. ساعتها الجمهور اللي بيتفرج علينا ده بيتاثر جدا بكل كلمه، وعنده من النجوم ومن المسؤولين من يقتنع بكلامهم حتى لو كان كلامهم يعني نص نص. وبالتالي اذا كنا بنتكلم برضو عن منظومه والسنه الجايه والجمهور يرجع، انت ساعتها اللي فتحت الموضوع بتقول الجمهور يرجع السنه الجايه. لا يمكن ان يعود الجمهور الا يعني يرجع حتى يستمر، مش يرجع عشان يخرج تاني عشان اديله اجازه تاني. ما ينفعش. بس احنا برضو عندنا كتير من كوادرنا متردده، كتير من مسؤولينا ضعاف، كتير من الشخصيات اللي موجوده في الساحه الكرويه بتهرب من المسؤوليه. مساله المواجهه مش موجوده عندنا، الشجاعه مش متوافره. انت اذا كان معاك الحق لازم تفوت في الحديد.
واحنا عندنا حق في بلدنا، عايزين بلدنا